ايه كلكم يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الفراخ المشويه. الفراخ دي فراخ صغيره، انا بسميها زي السمان كده يعني. غسلتها طبعا وحطيتها في محلول نقع من بالليل، وغسلتها ونشفتها وخليتها نظيفه زي الفل. رحت حطيت بصله مفرومه في الكبه وعليها شويه ليمون وشويه بهارات زي بابريكا، توم باودر، بصل باودر، كزبره، شويه جنزبيل، معلقه واحده بس دبس رمان، معلقه كاتشب ومعلقه ماستر ومعلقه زيت. وضربت الخليط ده كله كده مع بعضه لغايه ما بقي كويس، والملح داب في الخليط ده. وحطيت طبعا شويه كاري عشان يديني اللون الجميل ده. ودعكت بيهم الفراخ من بره ومن جوه وتحت الجلد كلها، يعني بالتتبيله اللي انا عملتها ديت. بعد ما تبلتها كويس وحطيت لها التتبيله دي، عملت رز بالبصل والكاري، وكمان حشيت بيه الفراخ. حطيت بس كل واحده حته زبده صغيره، زي حته كده ربع معلقه، عشان بس تديني يعني قرقشه كده وفي الجلد ويبقى طعمها حلو. وبعد كده حطيتها طبعا في الفرن. عملت الرز، بصله مفرومه متقطعه يعني، حطيت عليها معلقه كاري، معلقه توم بس متقطعه برضو صغير، وحته ملح وحته فلفل. ريحه البهارات طلعت، رحت حاطه على طول عليها الميه. وبعد ما كملت حوالي 10 دقايق واتشربت الميه، خدت منها نص الخليط ده وحطيته في كل فرخه وحطيتهم في الفرن. ما عملتش اي حاجه تاني، وولعت الفرن على 375. اخدوا حوالي ساعه. شايفين شكل الفراخ؟ طبعا صحيه مشويه. شايفين النسيره بتاعتها لونها ابيض ازاي، والخلطه بص ماليه الفرخه من جوه ومن بره. وعملت معاها شوربه لسان عصفور.